عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل مربى التين. التين دلوقتي مال السوق. جبت 2 كيلو من التين وهنزل عليهم بكيلو من السكر. كل كيلو تين عليه نص كيلو من السكر. جبت التين غسلته كويس وقطعته حتت صغيره وحطيته على النار. اول ما يغلي معاكي انزلي بالسكر على طول وما تقلبهوش، غطي عليه وخليه على نار هاديه. وبكده بعد ما غلي حاولي تشيلي الريم اللي على الوش ده بالراحه. شيلي الريم كله، ما تخليش حاجه. بعد ما تشيليه كله دي تقليبه كده وهدي عليه على نار هاديه. بعد كده انزلي بليمونه كامله اعصريها كده كويس، بس نضفيها من البذر. عايزه تحطي عندك ملح ليمون حطي شويه على طرف المعلقه. بعد كده قلبي وسيبيها لغايه ما تستوي كويس والسكر يقعد معاكي. وكل 5 دقايق كده قلبي فيه عشان ما تلزقش في قعريه الحله. هي ما بتاخدش كتير. واول ما تحسي ان السكر عقد معاكي اطفي عليه وسيبيها تهدى خالص. عملت المربى اهي، عبيتها في برطمان. عملت معايا 2 كيلو من المربى، بس انا ما عنديش الا برطمان واحد. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم وهتوفر معاكم كتير. ادعموني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.